ست أفلام اتمنعت من العرض في السينما المصرية: تجنيد وحبس وحكاية ببيت وش. فيلم شيء من الخوف، الفيلم كان بيتكلم عن عتريس الجميل النقي اللي فجأة بيتحول لوحش كاسر بينهب ويقتل في الناس، واللي بيقف قدام كل ده هي عتريسة حبه القديم، ولما ما قدرش يقتلها امتلكها بالجواز. ثروت أباظة كاتب الرواية كان يقصد بعتريس جمال عبد الناصر، هو اللي كان يقصد عبد المنعم صاوي وكيل وزارة الثقافة. لما عرف إن الرواية دي هتتحول لفيلم طلع على وزير الثقافة ثروت عكاش وقال له ثروت أباظة بيعمل فيلم بيتكلم عن عبد الناصر. طبعا وقتها الدنيا قامت ما قعدتش ووقفوا الفيلم. وبعد ما الفيلم اتمنع نجيب محفوظ ورا الفيلم لعبد الناصر وقال له الفيلم مش بيتكلم عنك خالص، وبكده قدر إن هو يعرض الفيلم بعد ما كان ممنوع من العرض. فيلم إحنا بتوع الأتوبيس، الفيلم ده كان يقطع القلب لأنه بيحكي أحداث حادثة حقيقية من كتاب حوار خلف الأسوار. الفيلم ده كان من بطولة عبد المنعم مدبولي وعادل إمام، وكان بيحكي عن خناقة حصلت في أتوبيس عام بين مواطن والكمساري، لكن بالغلط هما بيروحوا مع المساجين العسكريين في السجن الحربي، وهناك بيتعذبوا ومش عارفين هما بيتعذبوا ليه. كل اللي بيقولوه احنا بتوع الأتوبيس، يعني احنا ملناش علاقة باللي بيحصل ده. الفيلم ده نهايته بتكون بموت كل الأسرى دول للأسف. الفيلم اتمنع من العرض لأنه كان بيحكي بشكل مباشر عن فترة حكم الظلم في مصر والجلاد حمزة البسيوني. الفيلم اتمنع من الرقابة لكن السادات عجبه وتم عرضه. فيلم البريء، الفيلم اللي كان من بطولة أحمد زكي ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد العليم، كان بسبب قصة حقيقية حصلت لوحيد حامد في مظاهرات 77 خلته يكتب الفيلم ده، اللي كان بيحكي عن ازاي كانوا بيلقنوا المجندين ان المتظاهرين دول أعداء الوطن ولازم يتعاقبوا. الفيلم بينتهي بإن أحمد زكي بيضرب كل شباب المعسكر وبيتنقل على إيد زميله، لكن في العرض الخاص للفيلم وقف أحد المثقفين وقال ده كل ضابط أمن مركزه في إيده بندقية، يحصل إيه بقى لما يضربها في القائد؟ واتمنع عرض الفيلم ده لحد ما جت لجنة تقييم وكان قرارهم إن الفيلم ده عشان يتعرض لازم المشاهد الأخيرة منه تتلغي وتتعدل وتتحذف خالص، وفعلا ده اللي حصل وبعدها تم عرض الفيلم. فيلم 5 باب، الفيلم ده ليه طقوس خاصة جدا، كفاية إنه بيجمع نادية الجندي وعادل إمام. الفيلم نزل سنة 83 واتمنع من العرض، واتقال وقتها إن سبب إلغائه إنه مخل بالآداب، بس ما كانش فيه حاجة غير إن نبيلة كانت متضايقة من نادية فتدخلت في عرض الفيلم من خلال الشخص المنسق للحفلات. عشان كده الفيلم اتمحى واختفى ورا الأضواء ورا الشمس. الفيلم بيحكي عن ضابط للجيش أطلق تحقيق لأسباب ثورة 67 فقتلوه. الفيلم اتمنع من العرض من كل رؤساء مصر لحد بعد الثورة لأنه كان بيكشف دايرة التعذيب والظلم اللي عملها حمزة البسيوني وصلاح نصر. ده غير إنه فضح المصيدة اللي كان بيستخدمها صلاح نصر في تكوين الممثلات، واسم الفيلم أصلا كان بيتاخد من جملة شهيرة لعبد الناصر ورا الشمس. والفيلم ده اتقال عليه فيلم المليون كومبارس لأنهم استخدموا فيه مشهد جنازة عبد الحليم حافظ كأنه مظاهرات. الفيلم كان من بطولة رشدي أباظة وشكري سرحان ونادية لطفي وأحمد زكي. فيلم الكرنك كان من بطولة فريد شوقي وكمال الشناوي وسعاد حسني ونور الشريف. تفاصيله كانت بتحكي عن القمع والظلم ومركز القوى في عهد عبد الناصر. الفيلم بيحكي عن رحلة شوية شباب بيتم اعتقالهم لوجودهم على قهوة الكرنك اللي بيقعد عليها المثقفين منتقدين الثورة، وداخل المعتقل بيتعرضوا لأبشع أنواع التعذيب وبيجبروهم يعترفوا بحاجات ما عملوهاش أصلا، بجانب إنهم بيتجسسوا على أصحابهم في الجامعة. الفيلم ركز جدا على شخصية صلاح نصر اللي كان بيقوم بدوره كمال الشناوي. الفيلم يبان عادي لكنه اتمنع من العرض بسبب الرقابة، وفعلا غيروا النهاية عشان يتم عرضه. طبعا مصطفى أمين بعد رحلته في الحبس بسبب صلاح نصر كان بيكتب منشطات عن أهمية الفيلم ده وإنه كان بيحكي عن القمع والظلم اللي بيتم عمله في مراكز القوة. المهم لما السادات سأل عن الفيلم وشافه عجبه جدا، لكنه بعد كل ده لو الفيلم ما انتهاش بثورة التصحيح ما كانش هيتعرض غير لما تتغير نهايته، وفعلا اتغيرت. وبعد ما حكيت لكم عن أبرز الأفلام اللي اتمنعت من العرض، يا ترى إيه الأفلام اللي تعرفوها وخدت نفس التجربة؟ كنت معاكم أريا سامح من فانسي كلاب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو سبسكرايب، تكتبوا رأيكم في الكومنتس تحت.